في ليلة هادية، يحيى كان قاعد جنب باباه قدام التلفزيون بيتفرجوا على فيلم بطل خارق. يبص يحيى لباباه ويقول له: شايف يا بابا؟ شوف قوته وعضلاته، شايف بيساعد الناس ازاي ولا حد يقدر يقف قدامه. يرد بابا بهدوء: هو قوي فعلا يا يحيى، بس القوة مش دايما عضلات. يرد يحيى باستغراب: أمال تبقى ايه يا بابا؟ يبص له بابا بابتسامة ويقول له: هتفهم لما تكبر شوية. يحيى يفضل باصص للتلفزيون وهو سرحان. وتاني يوم يحيى نزل الجنينة يلعب، وبيشوف طفل أصغر منه واقف لوحده. ولاد أكبر منه بيضحكوا عليه وبيضايقوه، والطفل بيقول لهم بصوت واطي وهو خايف: سيبوني في حالي. يحيى يشوف المشهد، يقف مكانه يتردد. قلبه دق بسرعة بس رجله ما اتحركتش. الولاد يمشوا، الطفل يقعد لوحده. يحيى يبص في الأرض زعلان من نفسه. وبالليل يحيى كان قاعد ساكت وزعلان، ويسأله بابا: ايه يا بطل مالك؟ يرد يحيى بحزن: كنت عايز أساعد طفل بس خفت، أنا مش قوي زي الأبطال. بابا يقرب منه ويقول له: عارف يا يحيى، أقوى الناس في الدنيا مش اللي بيضربوا، أقوى الناس اللي بيبقوا دايما موجودين وقت الشدة معاك وبيقدموا كل المساعدة اللي يقدروا عليها، حتى لو كانت المساعدة دي مجرد نصيحة أو كلمة حلوة وقت الشدة. يرد يحيى على بابا ويقول له: يعني أنا ممكن أكون قوي يا بابا من غير قوة خارقة؟ يرد بابا عليه بابتسامة: أكتر مما تتخيل. تالت يوم يجي وبابا ويحيى يروحوا نفس الجنينة. نفس الولاد الكبار بيقربوا من نفس الطفل تاني ويضايقوه. يحيى يشوفهم، يتنفس بعمق ويقول لهم بصوت ثابت: سيبوه في حاله. الولاد يبصوله باستغراب، وواحد منهم يقول له: وانت مالك؟ يرد يحيى عليهم بهدوء وثبات ويقول لهم: هو مش لوحده، ولو ما مشيتوش من هنا أنا هنادي الأمن. وقبل ما يحيى يبدأ ينادي الأمن، الولاد يمشوا، والطفل يبص ليحيى بامتنان وشكر. وقتها يحيى حس بحاجة جديدة، إحساس إنه قوي بجد. وشوية وبيلاقي يحيى بنت صغيرة بتعيط. يقرب منها بهدوء ويسألها: انت تايهة؟ ترد البنت وهي بتبكي: مش لاقية ماما. يحيى افتكر كلام باباه وقال لها: ما تخافيش، أنا مش هسيبك لغاية ما نلاقيها. وفضل جنبها يطمنها، وبدأ ينادي على الناس إن في طفلة تايهة. وفضل معاها لغاية أما مامتها جت وجريت عليها. بصت له بامتنان وقالت له: شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا حبيبي. يحيى ابتسم بخجل ويقول لها: العفو. ويزيد إحساس القوة والسعادة عند يحيى. وبيلاقي سيدة كبيرة شايلة شنط كتير، راح يساعدها ويشير عنها الشنط، وتبص له بامتنان وتقول له: شكرا جدا يا حبيبي. يرد عليها يحيى بخجل: العفو. ويزيد إحساس القوة والسعادة جوه يحيى. وبيبقى ماشي وهو فرحان، مش واخد باله من حفرة في الأرض. يتكعبل ويقع فجأة ويصرخ من الألم ويقول: رجلي بتوجعني قوي. الناس تنتبه، واحد يجري، ست تجيب منديل، حد ينادي باباه. في لحظة كل الناس كانت حواليه وخايفة عليه. باباه يوصل ويحضنه ويقول له: انت كويس يا يحيى؟ يرد يحيى اللي كانت رجله بتوجعه، بس في نفس الوقت خوف الناس عليه مفرحه على باباه، ويقول له: أنا كويس يا بابا أكتر مما تتخيل. ويرجع يحيى وبابا البيت ويقول له: بابا، شفت يا يحيى إزاي الخير عمره ما بيروح؟ يرد يحيى بفرحة: أنا فهمت دلوقتي يا بابا، القوة مش إنك تبقى بطل خارق، القوة إنك تعمل الصح وتكون موجود وقت الشدة وتساعد باللي تقدر عليه حتى لو بكلمة طيبة. يبتسم بابا ويقول: برافو يا يحيى، البطل الحقيقي مش محتاج بدلة، محتاج قلب شجاع يحس بالناس ويساعدهم باللي يقدر عليه حتى لو بكلمة حلوة.